لو لسه ما فهمتش انا بضغط نفسي يوميا ليه في التمرين، بص كده. البطل ده اسباني، وصل لساعتين بلانك وساعتين ونص في فيديوهات تاني. تمام. اتفقت معاه الايام الجايه هيبقى في منافسه، يعني منافسه مع بطل اجنبي وبطل عربي. مش هتكون منافسه عاديه خالص، هتكون منافسه قويه جدا. فلما تشوف شخص ابن بلدك او تشوف شخص عربي زيه زيك، تشجعه تدعمه. ليه؟ لان حاجه زي كده هيظهر بعد كده. تمام. ده الشخص ده عربي، ده ما شاء الله وصل واتحدى. فانت عرفت ليه انا بعمل كده ليه وبوصل للمستوى ده ليه؟ علشان في يوم من الايام ان شاء الله هتبقى في منافسات بين شخص عربي وبين شخص اجنبي، هتبقى تحديات دوليه وعالميه ان شاء الله. بس كل حاجه ليها اوانها. اول حاجه ان انت تدعم ابن بلدك، وان انت تشوف ابن بلدك بيستمر وبيتعب، ادعمه وهتلاقي نفسك في حته تانيه. جزاكم الله خيرا وشكرا لكل اللي بيدعموني. وفقكم الله للقادم. سلام.